اهلا بيكم في حلقه جديده. انا لسه خارج دلوقتي من فيلم عزيرو لمحمد رمضان، الفيلم اللي اساسا ما كنتش ناوي اني ادخله، وكنت ناوي اني ادخل مرعي البريمو، بس طبعا شفت الهجوم الشديد اساسا اللي نازل على مرعي البريمو ومحمد هنيدي بسبب سوء الفيلم اساسا اللي جاي تقريبا بحاجه كارثيه. فقلت طب خلاص هبص على الزيرو، وعلى الزيرو طبعا اللي لقيت الناس اساسا منقسمه على اتنين. السوشيال ميديا في شويه ناس بيقولوا عليه حلو وشويه ناس بيقولوا عليه وحش. قلت خلاص انا هدخل الفيلم واشوف الفيلم اساسا حلو ولا لا، واقول لكم برضه تجربتي عليه. فيا ترى بقى الفيلم حلو ولا لا؟ محمد رمضان قدر ان هو يعمل حاجه مختلفه عن اللي عملها، وخصوصا بعد فيلم هارلي اللي كان نازل في العيد اللي فات. فيا ترى بقى الفيلم كان حلو ولا لا؟ قد التوقعات اللي انا اساسا ما كنتش معليها جامد ولا لا؟ الفيلم يستاهل ان انتوا تنزلوه سينما ولا لا؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهنتناقش فيه كمان، وفي جزء من غير حرق كبير، وفي كمان جزء صغير كده بحرق. فلو انت بقى لسه مش مشترك معانا في القناه دي تشترك، وما تنساش تعمل لايك لانه فعلا بيساعد. ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زومان. هنتكلم بقى النهارده على فيلم عزيرو، الفيلم اللي انا زي ما قلت عليه ان في ناس اساسا مختلفه هو حلو ولا وحش. فانا هقول لكم بقى من تجربتي الشخصيه بعد ما سمعت الفيلم بصراحه لو انت سمعت اي فيلم لمحمد رمضان قبل كده ما اعتقدش ان ليه لازمه ان انت تدخل تتفرج على الفيلم ده. ممكن يبقى احسن من هارلي، لان هارلي بصراحه انا ما شفتش حاجه في سوقه، بس الفكره ان هو برضه هيظل كارثي. الاسماء اللي كانت فيه اساسا كانت محمساني شويه. يعني لو قلت لك في الفيلم ده جانب محمد رمضان كان موجود نيللي كريم وخالد الصاوي، والمفروض كمان انه كان موجود معاهم اسلام ابراهيم، غير طبعا نجوم تانية اللي ظهروا في النص زي جمانة مراد. ففكره ان نجوم زي دي اساسا برضه تستنى منهم شويه، خصوصا نيللي كريم بالذات اللي انا كنت متوقع منها حاجه كبيره. ففكره بقى ان انت تشوف اساسا فيلم منهم ممكن اقول ان هو مكرر بنفس نمط محمد رمضان. اعتقد ان هو بيبقى طاغي على العمل بشكل كبير جدا. فكره ان هو النجم وهو المسيطر قوي دي الحاجه اللي اعتقد بارزه جدا في الفيلم ده، مش دي نيللي كريم ان الواحد يعرفها او الحاجه اللي الواحد يقول عليها كتير. الاول هنتكلم على القصه اللي جايبها الفيلم. قصه الفيلم ده بتتكلم عن حمزه واللي مسمي نفسه دراجون. الفكره بقى ان هو عنده ابن، والابن ده بيكون مريض وبيبقى عنده لوكيميا، بس هو ما بيبقاش عارف ان هو يساعده ولا ان هو يعالجه بسبب ان هم ناس فقراء شويتين. ففكره بقى ان هو ازاي هيعالجه وازاي انه هيوصل بيه لبر الامان، هو دي الحاجه اللي تقريبا الفيلم بيدور عليها. ده بقى اللي بيضطروا ان هو بقى يلجا بيه لمستشفيات حكومه اللي ما بيقدرش يوصل فيها الحل، فبيلجا على طول للمستشفيات الاستثماري. الحاجه دي بقى اللي هتخليه في يوم من الايام ان هو يقرر ان هو هيبيع عضو من اعضاء جسمه عشان يعالج ابنه. ففكره بقى ده كله اللي بتدور فيه الفيلم. اعتقد ان القصه لوحدها ممكن تكون جاذبه لناس كتير. انا عن نفسي دي الحاجه اللي اساسا كانت مخلياني متاثر شويه ان انا ادخل فكره اساسا تجاره الاعضاء والحاجات من دي. ففكره بقى ان انا ادخل اشوف الفيلم، انا اتصدمت اساسا في ادائه وفي حاجات كتير في الفيلم. بس تعالوا قبل ده كله هنبدا بالايجابيات اللي كانت في الفيلم. انا ممكن اقول من الايجابيات اللي كانت في الفيلم الطفل الصغير اللي كان موجود في الفيلم كان عمل دور حلو، ما كانش وحش وما كانش كارثي، وكانت فيه اساسا ليه مشاهد حلوه، واللي يعتبر اساسا الفيلم اتعمل له مشاهد كتير عليه. يعني فكره مرضه ومرض السرطان، والفكره ان هم بيناقشوا الحته دي، وان انت ازاي تتعالج اساسا من المرض ده، ان الموضوع مكلف، وان الموضوع ده الناس اللي معاش فلوس هيبقى مرمطه وهيبقى بهدله كبيره. اعتقد ان هم نجحوا ان هم يوصلوا الفكره دي بشكل كبير، ودي حاجه عجبتني في الفيلم. وهم بيعرضوا مشاهد كتير اساسا من اماكن متعدده مثلا عشان يحاولوا ان هم يعالجوه. ففكره ده بصراحه قدروا ان هم يعملوها بجانب الولد. فبصراحه كانت حاجه جميله جدا ان هم قدروا انهم يوصلوا لي الفكره دي، او ان هم اساسا يبيعوها. اما تاني نقطه فهي بص، هم حوالي 6 أو 7 دقائق تقريبا كانوا موجودين في الفيلم كله. المشاهد دي اللي هيدخل الفيلم او لما ينزل الفيلم وتسمعه انت اكيد هتتعرف عليهم، لان دول تقريبا احسن حاجه حصلت في الفيلم. فعشان ما احرقش كتير، فهو من اول مشهد المأذون لحد اخر المشهد بتاع المستشفى، والحاجه دي بتحصل تقريبا في اخر تلت ساعه في الفيلم. فاللي هو المشهدين الحلوين جدا 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 في الفيلم هم اساسا جايين قرب النهايه، وده ما يحفهمش طبعا ان فيهم مشاكل، بس الفكره ان دول كانوا احسن مشهدين فعلا اتعملوا. فيهم جانب اساسا خلى الواحد متاثر جدا وانا قاعد اتفرج عليه، قدر ان هو يشدني، قدر انه يخليني اساسا متاثر مع كل كلمه بيقولوها، ومشدود ايه اللي هيحصل في اللحظه اللي بعد كده. الفكره من دي بصراحه قدروا ان هم يعملوها جدا، وممكن اقول ان يستاهل شويه ان انت تسمعه. بس نصيحتي برضو ان انت تسمعه وهو ما ينزل ستريم، ما تسمحوش طبعا وتنزلوا سينما مخصوص، لان الفيلم زي ما قلت هو فيلم حاجه مكرره جدا. واعتقد انا من النقطه دي خلاص انا بدات في السلبيات. محمد رمضان مكرر بشكل فوق النمطي. يعني فكره ان انت تعيد الحاجه ورا بعض ورا بعض ورا بعض حاجه مش حلوه قوي. يعني فكره ان انت هيبقى طالع عينك طالع عينك طالع عينك، وفي لحظه ما الامور بتتغير مش عارف. تاني حاجه بصراحه مضايقاني وبشكل كارثي هي كميه الاغاني اللي موجوده جوه الفيلم. فيلم تقريبا فيه
3 أو 4 أغاني بس لمحمد رمضان، ما فيش حد تاني بيغني، هو محمد رمضان أساسا مستولي تقريبا على المنصة كلها. بيغني في أول الفيلم نص أغنية كده وبيوقفوه، فبيغني بقى بعديها تاني لوحده، وبعديها بيغني مع نيللي كريم، بعديها بيغني لوحده تاني. موضوع يعني اوفر 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 فوق الوصف. هو اساسا الفيلم متسمي على اسم اغنيه من الاغاني اللي موجوده جواه، وعلى فكره الاغنيه اللي متسميه على الفيلم دي مش احسن اغنيه في الفيلم. يعني انا بالنسبه لي لما سمعت الاغنيه الاخيره اللي كانت في الفيلم اللي كان اسمها اجري تقريبا، او اللي كان بيقول فيها اجري اجري، دي كانت احسن بكتير وكانت مؤثره اكتر بكتير جدا من فكره ان هي على الزيرو. يعني فاللي هو عاملين ايه يعني؟ الخطوط الزمنيه في الفيلم ما حدش يشتري خطوط زمنيه اساسا. يعني هم اساسا ما كتبوش حاجه مثلا ان كل حد هيمشي عليها فهيوصلوا للنقطه المعينه دي، لا هو كل حاجه معموله عشوائيه. يعني نقطه تعرف حمزه بنيللي كريم مريم اللي هي الممرضه، يعني حاجه في قمه العبث. يعني مش قمه العبث ان الموضوع كده، بس قمه اللا منطق. ان انت يعني انا مش عايز احرق الحته دي، هخليها في حته الحرق. بس فكره ان هم اتعرفوا على بعض ازاي، القصه بتاعتهم كلها مشيت ازاي، مشيت باسلوب غير منطقي جدا جوه الفيلم. يعني دي من اكبر المساوئ اللي بالنسبه لي، واللي كانت خلياني بفصل اساسا منهم كتير لما اشوفهم مع بعض. انا مش متصور بصراحه هي اساسا قرأت السيناريو وشافت الكلام ده كله فقررت ان هي تعمل ده كله ازاي، فانا مش عارف بصراحه. من الحاجات الملحوظه وبشكل كبير واللي انتوا هتلاحظوها، او ان مثلا حد اللي بيحب السينما قوي هيلاحظها، الفيلم تقريبا ما فيهوش موسيقى تصويريه. يعني ما فيش موسيقى هتشتغل هتعلم معاك، وما فيش موسيقى في الاصل اساسا هتشتغل اساسا في مشاهد كتير. فكره الموسيقى اللي بتشتغل حاجه نمطيه جدا، وما فيش حاجه اللي هي تحسسك بقربك مثلا للمشاهد او للمعاناه اللي هم بيعانوها. ده تقريبا كان كل حاجه. فتقييمي للفيلم كله على بعضه ما يكملش 5 من 10. يعني ده اساسا انا كده كارمهم كتير كمان على فوق الحاجات اللي الواحد اساسا ما حسيتش بيها. بس 5 من 10 عشان كان فيه شويه اداءات حلوه، فيه شويه لقطات حلوه، بس الفيلم حتى الكوميديا اللي كانت فيه ما كانتش بتضحك. فعشان كده بصراحه 5 من 10 ده كتير عليه كمان والله. انا هبتدي احرق، فلو كده اسمع الفيلم لو انت هتسمعه، وارجع كمل الفيلم وقول لي ايه رايك اساسا، هتتفق مع كلامي هتختلف مع كلامي ولا لا. انا من اكتر الحاجات الكارثيه بالنسبه لي هي الخطوط الزمنيه لكل حد. فكره تعرف حمزه بمريم او نيللي كريم، الحاجه دي مش ماشيه النهائي. يعني فكره ان هم المفروض اول مره رايح بابنه مستشفى حكومي يعالج فيها، هو المفروض بيشوف نيللي كريم. نيللي كريم ما بنفهمش هي دكتوره او ممرضه، وفي الاغلب هي ممرضه، بس ما بنشوفش منها اي يعني فكره ان هي المفروض عملت موقف، هو طلع بره اتعرف عليها وهم ماشيين وخد رقمها على طول. تاني يوم على طول سافروا مع بعض المنصوره، اللي هو قمه اللامنطقيه. وسافروا المنصوره في مشاهد تبان ان هي اقول ايه اسره مسافره. يعني احنا مش رايحين مجرد ان احنا مثلا نروح نشوف دكتور للولد، نروح نعمل حاجه من دي، لا ده احنا هنروح نشوف دكتور، بس الاول احنا هنخرج نتفسح، هنلف مع بعض، هنلعب مع بعض. اللي هو فين المنطق في كده اساسا؟ مفيش اي نوع من انواع المنطق. يعني 2 عرفتهم بشكل عشوائي، تاني يوم اساسا مسافره معاها، فحاجه غريبه جدا. وخصوصا كمان ان انت بتتكلم على حاجه المفروض ان هي بتحصل في مستشفى حكومي، فدي المفروض ان هي كمان ممرضه حكوميه وبتشوف الحالات اللي اصعب كمان من حاله الولد ده. ففكره ده كله وان هي تتعلق بيهم للدرجه اللي كانت متعلقه بيهم في الفيلم، دي حاجه غريبه. حاجه بقى للنقطه الثانيه، نيللي كريم. يعني نيللي كريم ممثله لا خلاف عليها روعه. الدور ممكن اقول ان هي عملته حلو جدا، بس اللي ما خلانيش احطها في الايجابيات ان دورها مش مفهوم ليه. يعني فكره كل اللي بتعمله ما وصليش اساسا ان انا اقول ان الحاجه دي كانت بتتعمل لحاجه معينه. الحاجه دي ما كانتش بتتعمل لفكره معينه، ما كانتش بتتعمل لحاجه معينه، وده اللي ما وصلنيش. يعني فكره ان احنا وصلنا لحدث ان هي قررت ان هي تتجوز وتاخد $500,000 عشان تديهم لعلاج ابن حمزه. ليه؟ يعني دول 2 شفتيهم بشكل عشوائي، ما ارتبطتيش معاهم عاطفيا، ما ارتبطتيش بالولد ان انت تحسي ان انت امه، او ان الولد يعتبرك امه، فانت تقرري ان انت تضحي التضحيه الكبيره دي عشان انت تنقذيه. شيء لا منطقي بيحصل لمجرد ان هم حطوا مشهد مؤثر، والمشهد كان مؤثر. ده من المشاهد اللي انا اساسا حاططها واللي شايفها حلوه جدا في الفيلم، وتفاعلها هي ومحمد رمضان على النقطه دي والخبر ده كان مميز جدا اساسا في الفيلم. من المشاهد اللي كانت مؤثره اللي هتوصل لك احساس، هو ده الحال. يعني هو ده الفقر، هو ده اقول لك قله الحيله، ان انت مش عارف تعمل حاجه فبتقرر ان انت تستسلم. هو الفكره في كده. فكان حلو المشهد بس مش حلو المبرر زي اللي حصل في الاخر. يعني احنا بعد ما خلصنا الفيلم النهايه دي لوحدها انا مش فاهم الموضوع كارثي في كده. يعني واحد انت يعني اقول ايه، بعد ما بحكي ليته المفروض اللي بيحبها اللي كريم اتسجن، ابنه عمل الحمد لله ونجحت، ان هو خلاص سنه وهيروح في داهيه لان هو قاوم اداره مستشفى.
ففكره بقى ان انت تطلع له بعد كده تقول له، يجي له خالد الصاوي يقول له انت كسبت 150 الف دولار، او ان انت ليك عندي 150 الف دولار لان اغنيه انت عملتها سمعت وكسرت الدنيا واليوتيوب كله متكسر عليها. هو ما سجلش الاغنيه دي من اصل، يعني الاغنيه دي غناها مع ابنه صباح الفل، يعني ما سجلهاش من اصله عشان نقولوا ان حد حطها على اليوتيوب، ما مسجلوهاش. اللي هو انتوا ضربت منين؟ يعني انت حتى ما جبتليش ان حد كان واقف بكاميرا موبايل حتى بتصورهم، فانت ازاي وصلت الاغنيه ان هي توصل للنقطه دي؟ مش مفهوم. بس المهم ان هو جه في نقطه هوب بقى غني، بس بقى غني بعد ما باع كليته، بعد ما اتبهدله، بعد ما قاوم كل الناس، بعد ما نيللي كريم اتحبست. ومش يخرج نيللي كريم الاول، لا انا هتجوز نيللي كريم الاول وبعد كده بقى نشوف بقى ربنا يحلها وبخرجها باي طريقه. وفجاه بقى الدنيا خلاص بقى احنا هنضرب بقى في العلالي، احنا هنبقى اغنياء، عندنا فيلل، عندنا عربيات، عندنا مش عارف ايه، العيشه بقى هتتغير وحبه خلاص على الزيرو حاجه. عبث لا منطقي لمجرد ان هو عايز يوصل فكره. محمد رمضان انا كنت بحب فيه وبدافع عليه شويه، ان هو ممكن اقول ان هو شبه الناس شويتين في ملامحه مش في التصرفات اللي هو بيعملها بره السينما، وبتكلم على اعماله. فكره ان هو كان قادر يوصل المعاناه، ان حد ممكن ان هو يعاني قوي فيوصل لدرجه ان هي توصله ان هو يبقى غني، ان هو يبقى عنده مش عارف ايه، ان هو يبقى عنده مثلا حاجات دي ممكنه. الموضوع ده بيدي امل شويه للناس اللي هي اقول ايه نفسها تبقى زيه، او نفسها ان هي توصل، او نفسها ان هي تعمل. فدي الحاجه الدارجه ان انت توصل بيها لقلوب ناس زي دي. بس فكره الحاجه من دي بقى تبقى هي التارجت بتاعك، ان انا هلعب على الوتر ده ومش هلعب على الجوده اللي انا بعملها، دي كارثه بتوقعك. يعني محمد هنيدي ممكن يكون واقع بسبب سوء الحاجه اللي هو بيعملها، او سوء الدعايه اللي هو بيبالغ فيها، فبيدخل المنتج يبقى اقل من التوقعات فبيتضرب. انما انت على العكس، انت بتعمل كل الاعمال هو نفس النمط. انا هعمل حاجه مؤثره، هجيب مشاهد صعبانيات، في نفس الوقت انا هقول قلشات ممكن تكون كوميديه. والعلم الكوميديا اللي في الفيلم كلها مفيش فيها كوميديا تضحك. اسلام ابراهيم لاول مره اشوف له عمل من اوله لاخره ما يكونش ليه اي حاجه حلوه. ونسيت اتكلم على جمانة مراد. جمانة مراد كانت عامله دورها 10 على 10، يعني دي الوحيده اللي صحيح في الفيلم اللي تتحط من ضمن الاجابات الكبيره اللي جوه الفيلم. كانت عامله دور صغير بسيط ويتحب جدا، يعني انت هتشوف الدور مش هتلاقي منها غلطات، مش هتلاقي فيها وفوات. يعني دي الوحيده اللي كتبوا لها قصه حلوه، بماضي مؤثر، بحاضر حلو، بشخصيه حلوه. يعني دي الوحيده اللي تقريبا اتكتب لها كل حاجه صح، وهي اساسا شخصيه جانبيه. فبس ده تقريبا كانت كل حاجه عندي على الفيلم ده. تقييمي اساسا للفيلم ذات نفسه ان هو فعلا ما يستاهلش الخمسة من 10. ومن نصيحتي ان انتوا تستنوا ان انتوا تسمعوه لما ينزل على اي منصه، تسمعوه ساعتها، ده هيكون احسن حل ان انتوا تتفرجوا عليه. وبس ده كل حاجة وكل الكلام اللي كنت عايز اقوله، سواء من كلام ايجابي او كلام سلبي. انتوا بقى لو سمحتوه في يوم من الايام، سواء بعد ما تسمعوه ما ينزل ستريم او لو نزلتوا له سينما، يا ريت تقولوا لي انتوا رايكم الشخص ايه. انتوا بتتفقوا اساسا مع كلامي ولا شايفين ان انا عندي حاجة غلط؟ فكرة بقى ايه اللي مثلا ممكن يكون كانت حاجة انا ما لاحظتهاش وانتوا لاحظتوها اللي هي غيرت وجهه نظركم، ممكن تقنعني ان انا كنت غلطان مثلا في وجهه نظري دي. ولو سمحتوا مرعي البريمو يا ريت برضو تقولوا لي ارائكم فيه. انا شفت الاراء اللي على السوشيال ميديا وكلها اساسا ما فيش ولا واحده فيها بتشكر في الفيلم. فلو انت سمحتوا برضو يا ريت تقول لنا رايك، هو فعلا حلو ولا وحش؟ وفيلم عزيرو لو انت دخلته برضو قول لي هو حلو ولا وحش. وزي ما قلت لكم قولوا لي برضو ايه الحاجه اللي ممكن تكون كانت وقعت مني مخلت الفيلم مثلا ان هو مش منطقي في عينيا كده، وانتوا شفتوها ان هو ممكن تكون منطقيه في الحته دي. ولو انت بقى وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتش لايك، فوالله عيب عليك جدا، لان الواحد بيتعب جدا اساسا عشان يعمل الكلام ده كله. فيا ريت تضغط لايك جميل كده، وما تنساش تشترك معانا في القناه لو انت مش مشترك. واشوفكم بقى الحلقه الجايه. سلام.